السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ونبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصوا يا حبايبي، انا عايزه رايكم بقى في الفيديو بتاع النهارده ده. تمام؟ في الكومنتات تقولوا رايكم في الكومنتات، وما تنسونيش في اللايك واشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اسم قناتي يا حبايبي على اليوتيوب يوميات ام سيف للاكل البيتي. تمام؟ اتمنى كل اللي على التيك توك اللي متابعني على التيك توك اخواتي حبايبي يتابعوني يشتركوا في قناتي على اليوتيوب. تمام يا حبايبي؟ بصوا النهارده انا هقول لكم طريقه الملوخيه تعملوها ازاي في البيت وتخزنوها في الديك فريزر. هتقعد معاكم من السنه للسنه. بصوا هي طريقتها سهله وبسيطه وهترحمكم بقى ايه من التخريط ان انتوا تقعدوا تخرطوها وتقطفوها وكده. تمام؟ بصوا يا حبايبي، انا جبت الملوخيه. طبعا انت ممكن تجيبي اي كميه على حسب ما انت عايزه، بس الملوخيه دلوقتي رخيصه في السوق، ممكن تجيبي بقى كميه كبيره وتشيلها في الفريزر. هتنفعك وهتبقى سهله عليكي وانت بتطبخي او بتعملي اي اكل. تمام يا حبايبي؟ بصوا جبت الملوخيه، غسلتها كويس جدا وقطفتها، يعني قطفتها الاول، بعد كده غسلتها كويس جدا وحطيتها في ميه سخنه. بعد ما قطفتها حطيتها في ميه سخنه. تمام يا حبايبي؟ ورحت مطلعاها من الميه السخنه، صفيتها في مصفى ورحت ضربها في الخلاط. بصوا بقت عامله ازاي، بصوا السمك بتاعها. طبعا انا زودتها شويه ميه صغيرين جدا عشان دي هتتشال في الفريزر. تمام يا حبايبي؟ بصوا اهي، بصوا بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تحفه تحفه تحفه. وبصوا خضره ازاي، بصوا السمك بتاعها عامل ازاي، بصوا خضره وجميله ازاي. وبرضك لما بتتعمل بتبقى خضره كده، يا دوبك هتطلعيها تحطي شويه الشوربه عليها. تمام؟ وتطشيها بالثوم وتبقى جاهزه على طول. دي هتنفعكم بقى في الزنقات في رمضان، عشان الوقت بيبقى ضيق في رمضان يا حبايبي، في اي مناسبه. اهو زي ما انتم شايفينها كده، حاجه بسم الله ما شاء الله. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. تمام يا حبايبي؟ ما تنسوش بالله عليكم تفعلوا الجرس وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب. السلام عليكم.